طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، الترم الأول المنهج الجديد، وهو النظم البيئية المائية في إفريقيا. النظم البيئية ديت بتنقسم عندي لنظم بيئية للمياه العذبة ونظم بيئية للمياه المالحة. طب ايه هو النظام البيئي المائي؟ قال لي ده ممكن الاقيه فين؟ قال لي هتلاقيه في المسطحات المائية وعلى المناطق القريبة، الشواطئ والأماكن القريبة من المسطحات المائية، وفي على الشواطئ. بيوجد فيه كائنات حية وكائنات غير حية بيتفاعلوا مع بعض وبيؤدي إلى استدامة الحياة. أهمية النظام البيئي المائي ده إيه؟ قال لي بيوجد فيه نظم بيئية مالحة وعذبة، زي ما قلت لكم، بيساعد على وجود التوازن والتنوع، التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، وكمان مصدر لغذاء الإنسان، و بيستخرج منه الطحالب اللي بتستخدم في صناعة الأدوية، وكمان بستخرج منه الطاقة الحفرية، وكمان بستخرج منه الطاقة الكهرومائية من خلال التوربينات. وبيوفر فرص عمل، وبيوجد فيه الأملاح والمعادن زي النحاس والذهب. كل دي أهمية النظام البيئي المائي. هناخد كل نظام بالتفصيل. هندخل على أول نظام معانا، هو النظام البيئي للمياه العذبة. عندي 3 أنظمة فيه. النظم البيئية للمياه العذبة 3 أنظمة: نظم نهرية، ونظم البحيرات العذبة، ونظم الأرض الرطبة العذبة اللي بيطلق عليها البرك والمستنقعات. النظم النهرية ممكن أشوفها فين؟ قال لي في نهر النيل، ونهر النيجر، ونهر الكونغو، ونهر الزنبيزي. نهر النيل طبعا أطول نهر في العالم. نهر الكونغو فيه تنوع بيولوجي كبير، بيجي في المرتبة التانية بعد نهر الأمازون. ندخل على تاني نظام معانا، وهو النظم البحرية العذبة. موجودة عندي بحيرة فيكتوريا، بحيرة تيجانا، بحيرة تشاد. فيها لا فقاريات وأسماك وقشريات ورخويات وطحالب. قال لي النظم دهيت تعرضت للانقراض. الأسماك واللافقاريات والحاجات دي، الحيوانات ديت تعرضت للانقراض، وخاصة انقراض اللافقاريات في العصر الحديث ببحيرة فيكتوريا. ليه تعرض العديد من الأسماك للانقراض؟ لأنهم أدخلوا أنواع جديدة. ندخل على آخر نظام معانا، هو نظام النظم الرطبة العذبة، اللي هي بتساوي كده البرك والمستنقعات. موجودة فين؟ قال لي موجودة ممكن أشوفها في الغابات زي الغابات المدارية المطيرة، وفي كمان أراضي مغطاة، مستنقعات مغطاة بالنباتات زي النبات البردي، موجودة في وسط وشرق أفريقيا وجنوب أفريقيا. وعندي كمان مستنقعات مكشوفة موجودة في جنوب السودان. طيب البرك والمستنقعات والنظم الرطبة العذبة ديت، يعني برضه عايزة أفهمها أكتر. قال لي بتبقى أراضي مشبعة بالمياه تقع بين الأنظمة البرية والمائية، بيطلق عليها البرمائية، بتشغل 1% من مساحة إفريقيا. ندخل على تاني نظام معانا، وهو النظم البيئية للمياه المالحة. ده بيبقى أكثر تنوعا من التنوع البيولوجي اللي فيه الكائنات أكتر من النظم البيئية للمياه العذبة. بيشمل أنظمة زي نظام المنجروف والشعاب المرجانية والأرض الرطبة المالحة اللي هي البرك والمستنقعات. هندخل على أول حاجة في النظم البيئية المالحة، هي المنجروف. نظام المنجروف ده ممكن أشوفه فين؟ قال لي هتشوفيه فين؟ قال لي في الشواطئ الضحلة، وعند دلات الأنهار، وعند الخلجان والبحيرات الساحلية، وبرضه في على السواحل المدارية وشبه المدارية الحارة. قال لي أكثر قارة فيها منجروف هي آسيا. رقم 1 هي آسيا، تاني قارة هي أفريقيا، ومصر فيها 5 كيلومتر من المنجروف، موجودة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة. الدولة عملتها محمية طبيعية، زي ما موجودة عندي في علبة وحماطة ونبق، أشجار نبق. كمان المنجروف موجود على السواحل الغربية أكثر من الشرقية بسبب كثرة النظم النهرية، وموجود كمان في جزيرة مدغشقر وسواحل البحر الأحمر. طب هو أهميته إيه المنجروف ده؟ اللي بيعيش فيه أسماك وقشريات ورخويات وطيور وحشرات، وبيحمي الشواطئ من التآكل، ومناطق جذب سياحي.
طب هو تعرض للمنجروف للتدهور ليه؟ قال لي بسبب عوامل طبيعية، تغيرات مناخية بقى والتغيرات بشرية، صيد جائر وإزالة مساحات. يبقى هلخص لكم: المنجروف موجود على الخلجان والشواطئ، خلجان وشواطئ ودلات أنهار، خلجان شواطئ دلات أنهار وبحيرات ساحلية، خلجان شواطئ دلات أنهار بحيرات ساحلية. أول قارة أكثر قارة موجودة فيها آسيا، تاني قارة أفريقيا. مصر فيها 5 كيلومتر من المنجروف على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة. الدولة عملتهم محمية طبيعية، زي خدت أشجار نبق وحماطة وعلب. ندخل على تاني نظام معانا، هو نظم الشعاب المرجانية. موجودة على السواحل الشرقية وسواحل البحر الأحمر ودهب والغردقة محمية رأس محمد. محمية رأس محمد بيها شعاب مرجانية وبيها منجروف. كمان سواحل جزر القمر ومدغشقر، جزر القمر ومدغشقر والبحر الأحمر ودهب ومحمية رأس محمد والسواحل الشرقية. دي في افريقيا. كل ديت بقدر اشوف فيها الشعاب المرجانيه. طبعا تعرضت لتهديدات طبيعيه، تغيرات مناخيه وتهديدات بشريه، تلوث وردم الشواطئ. ندخل على ثالث نظام معانا، هو نظم الاراضي الرطبه المالحه. توجد في البحيرات الساحلية والمستنقعات والسباغات. السباغات ديت عبارة عن مسطحات مالحة فوقها تكوينات من الصلصال والطين، وتغطى غالبا بقشرة ملحية يتحكم في منسوبها المياه الجوفية. يبقى الأراضي الرطبة المالحة دي موجودة في البحيرات الساحلية والمستنقعات والسباغات. السباغات دي مسطحات مالحة، زي محمية البردويل الزرنيق في مصر ومحمية أركين في موريتانيا. محمية أركين دي ضمتها اليونسكو كتراث عالمي. طيب أماكن انتشار نظم الأراضي الرطبة المالحة في أفريقيا، قال لي السواحل الغربية والشرقية الموجودة في سواحل شمال الدلتا. يبقى هنقول تاني أماكن الانتشار: سواحل غربية وشرقية موجودة في شمال الدلتا، وزي بحيرة البردويل وسواحل شمال سيناء اللي موجودة بحيرة البردويل الأولانية. السواحل الغربية والشرقية اللي هي في شمال الدلتا بحيرة المنزلة. يبقى سواحل غربية وشرقية اللي هي شمال الدلتا بحيرة المنزلة. أما سواحل شمال سيناء بحيرة البردويل. الجهود الأفريقية والمصرية للحفاظ على النظم البيئية دي، قال لي بالنسبة للمستوى الإفريقي عشان يحافظ على النظم عملوا صندوق إفريقيا عام 2014 لمساعدة الدول الإفريقية في حل مشاكلها تغيرات مناخية. وعملوا كمان مبادرة إفريقيا لاستعادة المناظر الطبيعية. تلتزم 27 دولة إفريقية باستعادة الغابات المتدهورة، ومبادرة الشبكات الشمسية الصغيرة لتوليد الكهرباء لإفريقيا. عملوا اللي هو الحصول على الطاقة الخضراء حتى 2030، أطلقتها برنامج الأمم المتحدة الألماني. وإعادة أجندة 2063 لإفريقيا، الهدف منها تحقيق الاستدامة والتكيف مع الظروف. يبقى هنلخصها كده: الجهود الإفريقية عملوا صندوق إفريقي 2014 لمساعدة الدول الإفريقية في حل مشاكلها، ومبادرة إفريقيا لاستعادة المناظر الطبيعية تلتزم بها 27 دولة، ومبادرة الشبكات الشمسية. يبقى شبكات شمسية وصندوق إفريقي وإفريقيا لاستعادة المناظر الطبيعية. طيب جهود مصر قال لي إصدار القوانين لحماية المحميات، وإطلاق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، ومشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على واستخدام الطاقة النظيفة، وإعلان مدن صديقة للبيئة زي العلمين والجلالة والعاصمة. يبقى هنلخصها كده: مصر عملت قوانين للحفاظ على المحميات ورؤية 2030 ومدن صديقة للبيئة وطاقة نظيفة. ده كان درسنا النهاردة. شكرا.